الملخص بتاعنا بيبدأ مع بنت جميلة جدا ورقيقة اسمها يونج، وهي في حفلة فخمة بمناسبة ذكرى زفافها الثالث من جوزها الوسيم جو. وبتقول يونج في الميكروفون بابتسامة صافية ان هي بعد ما اتجوزت من 3 سنين اصيبت بالعمى وفقدت بصرها، وان الناس الوحيدة اللي وقفت جنبها وسندتها في محنتها دي هم جوزها جو واختها الغير شقيقة تينا، وان هي مبسوطة جدا وهي معاهم وحاسة بالامان، وعشان كده عايزة تقول لهم النهاردة قدام كل المعازيم على مفاجأة، وهي انها حامل. ساعتها جو بيتفاجئ ووشه بيجيب الوان، واختها تينا بتتضايق جدا وبترمي الكاس من ايدها وبتمشي وبتسيب الحفله. وساعتها جو بيروح وراها عشان يراضيها، وبنعرف الصدمه الكبيره ان هما الاتنين ما بينهم علاقه محرمه من ورا يونج. وبتقول تينا لجو بغضب ان هما لازم يمشوا في خطتهم بسرعه، وهي قتل يونج في خلال الشهر ده عشان يورثوا كل حاجه قبل ما البيبي يجي ويعطل الخطط. وساعتها جو بيقول لها ببرود ان هو يعمل ده وينفذ الخطه حتى لو في بطنها الجنين ابنه. ولما بتيجي يونج وبتسمع صوتهم بتسأل ببراءة هم بيعملوا ايه لوحدهم هنا، فبتقول اختها تينا بكذب ان جوزها بيقنعها تيجي الشغل بكره مع انه هو اجازه، وان الشغل عنده رقم واحد في حياته وانه مهمل فيها. وبتقول لاختها يونج ان هي تاخدها تغير فستانها عشان في اكل وعصير وقع عليها بالغلط. وبالليل في اوضه النوم جو بيكون نايم وفجاه بيحس ان في حد جنبه في السرير، وبنعرف انها تينا، وطبعا بيقول عليها مجنونه ومتهوره. وفجاه يونج بتصحى وبتحس ان في حد جنبهم، وبتسال جوزها بقلق هو احنا في حد معانا في الاوضه، ولكن هو بينكر وبيقول مفيش حد، نامي انتي. وفجأة بيحس ان تينا ماسكة سكينة ورايحة تقتل مراته وهي نايمة، وفعلا بتضربها، ولكن كل ده بيطلع كابوس مفزع جو بيحلم بيه. ولما بيصحى منه الصبح مفزوع بيلاقي ان تينا بتدي مراته شوربة، وبيكون فاكر انها حاطة فيها سم زي ما اتفقوا، ولكن هي بشاور براسها انه لسه مش دلوقتي. وبعدها بتبدأ تحضنه وهي جنب اختها يونج من غير ما حتى يخافوا انها تحس بيهم. وبيقولوا ان هم يخرجوا يروحوا الشركة وهي تروح مشوار مع فرد الامن بتاع الشركة. وبعدها بنشوفه بيخش يلبس البدله وبيقول لمراته ان هم يخرجوا. وفي الشركه بيقول لتينا بجديه انها لازم تعمل الخطه اللي هم عايزينها النهارده، وهي انها تروح توصلها بنفسها للمشوار بتاعها، ولكن في الطريق هينفذوا الخطه شيطانيه. وفعلا تينا بتعمل كده وبتاخد اختها في العربيه، ولكن بتمشي بيها في طريق مهجور وبعيد. ولما اختها يونج بتلاحظ بحواسها انها مش سامعه صوت عربيات ولا دوشه المدينه، بتقول لها بقى ان احنا فين، فبتقول لها تينا بخبث ان كل حاجه هتكون كويسه وان ده طريق مختصر. وفجاه يونج بيغمى عليها بسبب العصير اللي كانت بتشربه، وتينا حاطه فيه مخدر. وتينا بتنزل من العربيه بتزق العربيه والفرامل المفكوكه في البحر القريب منهم. وبعدها بيجي جو وبيقول ان اخيرا خطتهم اتنفذت وارتاحوا منها، وبيبداوا ان هم يدوروا مع القوات والشرطه عشان يبان ان هم خايفين عليها هم كمان، وبيمثلوا البكاء. واول لما بيلاقوا العربيه بتاعتها غرقانه في البحر بينهاروا تمثيل، وبيقولوا ان هم مش عارفين مين ممكن يعمل في يونج الملاك كده، خصوصا انها كانت طيبه جدا ومحبوبه. ولكن بالليل بنشوف المفاجاه ان يونج لسه عايشه في المستشفى مع شخص وسيم وغامض اسمه ايفان، وان هو لحقها وانقذها في اخر لحظه. ولكن الصدمه الاكبر بتكون انها قدرت تشوف من جديد ورجع لها النظر بسبب الصدمه، وبتكون مبسوطه جدا. وبتقول وهي راجعه البيت ان هي اكيد هتشوف الابتسامه والفرحه على وش جوزها واختها لما يعرفوا انها عايشه وبقت بتشوف. ولكن لما بتخش اوضه النوم بتنصدم وبتشوفهم هما الاثنين مع بعض في السرير في وضع خيانه. هو طبعا بيكون فاكر انها لسه عاميه، وعشان كده بيحضنها ببرود ومش بيقول ان في حد معاه. وهي بتتمالك اعصابها بصعوبه لحد لما بتخش الحمام وبتبدا تعيط وتصرخ من غير صوت، مش بتبين انها شافت اي حاجه. ولكن بتسمع اختها بتقول ان هم لازم يخلصوا منها قريب ويتاكدوا الاول انها مش فاكره اي حاجه من اللي حصل، وان هي كانت السبب في وقوعها في البحر. وطبعا جو بيقول عليها مجنونه لان ده خطر، بس هي بتقول ان ده الحل الوحيد عشان يفضلوا عايشين هم كمان وياخدوا الورث. واول لما بيجي وقت الغداء تاني يوم بيحطوا لها سم في الاكل عشان تموت على طول وتخلص الحكايه. ولكن هي بيكون حظها حلو بسبب ان البوليس بيخبط عليهم فجاه وبيكون جاي عشان يطمن عليها ويحقق في الحادثه. وساعتها بتسالهم يونج بذكاء اذا كان في كاميرات قريبه من المكان اللي وقعت فيه او لا، فبيقولوا ان المكان كان بعيد تماما عن اقرب كاميرا، يعني مش عارفين اي حاجه عن اللي حصل. وطبعا ده بيطمن تينا وبيطمن جو ان مفيش دليل عليهم. وبعدها يونج بتطلب من جوزها ان هم يروحوا تاني يوم الصبح على المستشفى عشان يطمنوا على البيبي وصحته. وفعلا في المستشفى بيطمنوا، ولكن بيلاحظ جوزها ان عينها بتتحرك مع كل حاجه بتتحرك حواليها بتركيز. وبيشيك وبيطلع من الاوضه وبيقول لاختها تينا ان هي تقريبا بقت بتشوف وان هو محتاج يتاكد بنفسه. ولما الدكتور بيخرج بيقرب جو قلم من عينها بشكل سريع ومفاجئ.
وساعتها هي مش بتدي اي رد فعل وبتبص في الفراغ لانها بتكون عارفه ان هو مش هيأذيها، ولكن طبعا بتكون هتموت من الخوف بس عايزه تكمل في المسلسل عشان تنتقم. ولما بينزلوا الجراج عشان يركبوا هما الثلاثه بيركبوا مع بعض، واختها هي اللي بتكون هتسوق، ولكن فجاه عربيه كبيره بتوقفهم وبينزل منها حراس كتير، وبنعرف ان هما دول الناس اللي جو مديون لهم بالفلوس اللي عايز يسرقها ميونج. واول لما بينزل بيبدا رئيس العصابه ان هو يضربه ضرب مبرح، وبيقول له ان هو لو كان فاكر انه ذكي وهيقدر يهرب منهم يكون غلطان، لان مستحيل الجن الازرق يهرب منهم، وان هو معاه مهله 7 ايام بس عشان يرجع الفلوس اللي هو وعده انه هيرجعها الفتره دي. وساعتها بتنزل تينا وبتوعدهم ان هم ينفذوا وعدهم ويدفعوا، ويونج بتصورهم فيديو عشان يكون معاها اثبات. ولما بيرجعوا العربيه بتسال يونج ببراءه هو كان في ايه، فبيقول بكذب ان هم شافوا ناس اصحابهم بيسلموا عليهم، ولكن لما بالليل بتكون مع ايفان بتطلب منه يعرف كل حاجه عن الناس دي، فبيقول ان الشكل المبدئي بيقول ان الناس دي مافيا وجوزها مديون لهم بملايين، وان هو بيحاول يموتها عشان ياخد ورثها ويسدد ديونه. وتاني يوم في الشركه بيعرضوا لها الاسهم اللي ارتفعت جدا الفتره اللي فاتت في الشركه، ولكن الباوربوينت بيكون من غير صوت، وساعتها يونج بتعتبر ان ده قله احترام لها ولاعاقتها وبتلغي الاجتماع. ولما بتكون في المكتب مع جوزها واختها بيحضنوا بعض قدامها ببجاحه بما ان هي مش شايفاهم، ولكن هي بتشوش عليهم وبتطلب ميه، ولما جوزها بيجيب الميه بتخليه مش مركز معاها، وبتحط له دواء فياجرا قوي في الميه وبتطلب منه يشربها بدل ما يرميها لان هي خلاص مش عطشانه. وبتسيب المكتب مع صديقتها كيرا عشان يخرجوا ويجيبوا شويه حاجات، وبنشوف جو هو في المكتب بعد ما مفعول ما بقى شغال معاه هو مع اختها تينا في المكتب، وبيقرب منها بشكل مفرط وجنوني، ولما بتطلب منه يبعد عنها لان هم في الشركه وفي وقت الشغل بيقول ان هو قفل الباب ومحدش هيشوفهم. ولكن يونج بتكون رتبت كل حاجه وخلت كل الموظفين يروحوا على المكتب عشان يحتفلوا بالاسهم اللي ارتفعت، وهناك طبعا الموظفين كلهم بيفتحوا الباب وبيشوفوا كل حاجه، وكيرا بتفضحهم، وساعتها بيكون عندها حق انها تتضايق منهم وبتمشي وتسيب الشركه. ولكن قبل ما تمشي بنشوف تينا بتقابل يونج في غرفه وبتبدا انها تتكلم معاها بغل، وبتقول ان هي من نفس الام ولكن مش من نفس الاب، وان هم عمرهم ما كانوا بيتعاملوا نفس المعامله، وان هي مستحيل تسامحها على كل الفلوس اللي ضاعت عليها بسببها. وساعتها بتقول ان هي حتى لو بتخونها هي مش هتقدر تعمل حاجه لانها عمياء وضعيفه. وساعتها يونج بتقول لها ان هي هتوريها العمياء دي هتقدر تعمل ايه، وبتنعكس شعرها وبتقطع هدومها وبتقع على الارض، وبتبدا تتاسف لتينا وتصرخ وتقول انها مش عايزاها تضربها تاني. وساعتها الموظفين وجوزها بيخشوا وبيفتكروا ان تينا بتعتدي عليها، وبيقول جو ان تينا غلطانه، وطبعا كلهم بيقفوا في صف يونج. وتاني يوم كمان تينا وجو بينفصلوا من الشركه وبينطردوا بسبب اللي حصل، وبيقولوا الموظفين ان هم مش هيكونوا واجهه مشرفه للشركه، وعشان كده الاثنين بيرجعوا عند يونج البيت وبيبداوا ان هم يتاسفوا منها بمسكنه، وبيقولوا ان هم كانوا غلطانين ولكن كان في حد عمل لهم المكيده دي، وان هم اكيد مش مع بعض طول الوقت اللي فات ده. وكمان تينا بتتاسف بدموع التماسيح عن الكلام اللي هي قالته، وبتقول ان هي اختها حبيبتها، وساعتها يونج بتقول انها مسامحاهم، ولكن كل ده طبعا عشان هي بتكون عايزه انها تفضحهم اكتر واكتر وتدمرهم بالبطء. وبيطلعوا في لقاء صحفي وبيعتذر جو من كل الناس، وبيقول ان هو كان عنده غلط كبير جدا الفتره اللي فاتت، ان هو كان واثق في ناس عملوا له مكيده في شغله، وعملوا كمان لتينا نفس الموضوع. وبيقول ان هو قصاد كل الناس بيعتذر من مراته لانها افضل ست في الدنيا وهتكون ام ابنه وقريب جدا. وساعتها اختها كمان بتتاسف وبتقول ان هي بتتاسف من اختها افضل اخت في العالم، وبتقول يونج قدام الكاميرات ان هي كفيفه، وان بعد موت ابوها اقرب الناس ليها هم اختها وجوزها، وانهم كانوا على علاقه من ورا ظهرها وان هي مش مسامحاهم. وساعتها تينا بتظهر بوشها الحقيقي المجنون وبتبدا انها تخنق اختها قصاد الكل، والكل بيصورهم، ولكن الخنق ده بيسبب نزيف حد اليونج بما ان هي حامل. وفي المستشفى بتعرف الخبر الصادم ان ابنها مات في بطنها بسبب كل التاثيرات والضغط اللي حصلت الفتره اللي فاتت دي، وبتقول لنفسها انها تنتقم شر انتقام. وبعدها بنشوف يونج وهي في الشركه بتتكلم مع ايفان وبتقول ان هي تخلي كل اللي اذوها يدفعوا الثمن غالي. وفي الوقت ده بيخبط جوزها الباب وبيقول ان هم اتنين متجوزين في النهايه وان هو عايز يتكلم معاها، ولما بتفتح الباب بيركع قصادها وبيقول ان هو عارف انه غلطان وان هي لازم تسامحه عشان يبداوا صفحه جديده. وساعتها بتقول له ان هي عايزه تتكلم معاه في موضوع، وبتخليه يتعشم ان هي عامله بوليس التامين ب 100 مليون دولار في حاله ابنها مات. وساعتها بتقول ان هو الاحق بالفلوس دي لان هو ابوه. وبيظهر جو ان هو زعلان مع ان هو بيكون فرحان جدا بالفلوس ومش فارق مع الولد، وبتكون هي رمت الطعم عشان هو طماع وعارفه نقطه ضعفه. وتاني يوم بتكون في شركتها وقاعده في المكتب، وفجاه بتخش عليها تينا ومعها بعض الناس من رؤساء مجلس الاداره، وبتقول تينا بثقه ان الشركه هتفضل تخسر طول ما يونج العمياء هي اللي بتدير، وان هي الوحيده اللي تقدر انها تخلي الشركه دي تقوم تاني تقف على رجلها من جديد. وساعتها يونج بتضربها بالقلم على وشها وبتطلب من الحراس انهم يطردوها بره، وبتقول رئيس مجلس الاداره بصرامه ان هي تعمل التفاوضات الفتره اللي جايه مكان تينا، وانها مش عايزه ان حد يتدخل تماما. وبتروح يونج عند شخص غني وقوي اسمه وين، وبتبدا انها تطلب منه ان هو يسمعها ويعرف مشروعها، ولكن من وسط الكلام بتقع بلسانها وبتقول ان هي شايفه جديه جدا في كلامه. وبيعرف وين ان هي مش عمياء، فبتقول ان هي فعلا بقت تقدر تشوف، ولكن
ولكن هي عايزه منه خدمه. وبنعرف ان هي وين كانوا اصدقاء من وهم صغيرين، وكمان كانوا موعدين بعض وهم اطفال بان هم يتجوزوا. فبيقول وين ان هو موافق يساعدها في الشغل والانتقام، ولكن في مقابل ان هم يتجوزوا. وبيكون جو في الوقت ده بيتعذب في الجراج بسبب الفلوس اللي عليه، وبيتصل بمراته وبيقول ان هو عايز الفلوس دي ضروري جدا وان هو ممكن يموت. وساعتها بتطلب منه يجي على البيت وياخد الفلوس دي كلها. واول لما بيتقابلوا في البيت بيقول لها ان الفلوس دي عشان خاطر واحد من عيلته في ورطه، وان هو اكيد يعني مش هيصرف الفلوس دي كلها. ولكن هي بتقول ببرود ان الفلوس دي عشان تخرجها لازم تسال كذا شخص الاول في الاداره، لان الفلوس دي مش بتاعتها لوحدها. هو في الوقت ده بيشوف انها كده بتعامله زي الكلاب وبتذله ومش بتعامله ان هو جوزها، وبيقول في نفسه ان هو لازم يقتلها ويخلص منها. وبعدها بنشوف تينا وهي عند قبر ابوها بتبدا انها تشتكي له وبتقول انها تنتقم. ولكن يونج بتيجي تقف جنبها وبتقول لها ان ابوها وابو تينا مدفونين جنب بعض، ولكن هما الاتنين شتان لان كل واحد فيهم ربى بنته على حاجه مختلفه. وبتقول لها ان ابو يونج مش له اي علاقه بموت ابو تينا، وان ابو تينا كان بيلعب قمار وخسر كل حاجه وعشان كده مات. وبتوريها فيديو لابوها وهو بيتذلل لشخص اسمه انجز عشان ياخد منه فلوس. وبتقول لها ان ابوها مات بسبب انه شخص جشع ومش بيحب غير الفلوس. ولما بترجع العربيه وبيكون جوزها مستنيها، بنعرف ان ايفان دلوقتي بقى السواق الشخصي ليهم عشان يراقب جوزها ويعرف كل حاجه عنه ويحميها. وبعدها بتقف يونج وجو مع بعض على حافه جبل عالي الناس بتقعد عليه عشان يتنزهوا، ولكن هو بيبدا ان هو يتكلم معاها باسلوب تهديدي وبيظهر على حقيقته. وبيقول لها انها كتبت عقود كتيره جدا بتثبت ان هي لو ماتت هو اللي هيورث كل حاجه حتى مش اختها. وبيقول لها ان هو محتاج الفلوس وان هو متاسف جدا، وبيرميها من فوق الجبل وبيرجع العربيه. وبيكون ايفان موجود وبيمثل معاه ان هو مبسوط عشان هي ماتت، ولكن بيسجل له الكلام عشان يثبت ان هو اللي عمل كده فيها. وبنشوف ان وين انقذها لتاني مره من الموت باعجوبه. وتاني يوم بيكون جو في الشركه قاعد مكانها على مكتب الرئيس، وطبعا رؤساء مجلس الاداره بيقولوا ان هو مرفوض. ولما بيقول ان هي سابت له كل حاجه وان هي مفقوده، بيقولوا ان هو مجرد كلب، وان حتى العقود بتاعتها مستحيل تخليه رئيس مجلس الاداره الاول في الشركه، خصوصا ان مفيش اي شهاده وفاه. وساعتها بيطلع يتكلم مع ايفان وبيطلب منه يخرج شهاده وفاه بسرعه لمراته. وبتكون اصلا يونج سامعه كل الكلام ده، وبتقول لايفان ان هم عايزين يمشوا معاه في الخطه دي لحد الاخر عشان يوقعوه. وبالليل بيكون جو مع تينا اللي بتكون خايفه منه اصلا ومش عارفه هو عمل ايه في اختها، فبيقول ان هو اتخلص منها بطريقته. وبالليل بيروح ايفان البيت وبيديهم شهادات وفاتها المزوره، وكمان رمدها في علبه. وبيقول ان النهارده كده كل حاجه هتكون تحت ايدهم. وبيكون جو خلاص اتجنن بالفلوس ومبسوط جدا ان هي ماتت. وساعتها ايفان بيطلب منه 500 الف دولار عشان يسكت عن اللي حصل. وساعتها بيطلب جو من تينا انها تخرج الفلوس دي من معاها لان هو مش معاه كاش دلوقتي، وهي بتقول انها تحول الفلوس لان هم هيورثوا 50 ضعف دي مثلا. يعني ال 500 الف دولار مش مبلغ بالنسبه ليهم بعد كل اللي ورث ده. وبعد لما بيمشي ايفان بتقول تينا لجو ان هي لازم تتجوزه في اقرب فرصه لان هي مش عندها اي ثقه في البشر. ولما بينزل ايفان بيقول الكلام ده لوين ويونج، وبيقولوا ان هم لازم يفكروا في نفسهم شويه بعيد عن الانتقام. ولكن يونج بتقول انها مش هتعمل اي حاجه غير لما تنتقم في البدايه لانها بتكرههم جدا. وتاني يوم بنشوف جو هو في الشركه وبيبلغ الكل انها ماتت، وبيمثل ان هو حزين جدا، وكلهم بيقولوا ان هم مش مصدقين. بس هو بيقول ان هي كانت عند الجبل بتزور ابوها وان هي مش متزنه نفسيا من وقت اللي حصل، وعشان كده كانت مش قادره انها تستحمل ورمت نفسها من فوق الجبل. وان هو اكتر واحد حزين فيهم طبعا على مراته، ولكن هم لازم يمشوا مع بعض في سكه النجاح عشان الشركه تفضل مستمره باسمها. وبيطلع في لقاء صحفي وبيقول عن الكلام ده، وبيقول ان هو معاه وثائق بتاكد ان هي ماتت. وساعتها واحد من الصحفيين بيقول ان هو اللي قتلها عشان خاطر التامين، بس هو بيبدا يدافع عن نفسه وبيقول ان هو مش هيستفيد حاجه اصلا بالتامين ده، وان هي كانت بتعمل كل حاجه عشان خاطره. وبتيجي تينا وبتقول ان هي اخر شخص شافها وهي بتنط، وان هي كانت ممكن تنقذها ولكن لو كانت اسرع شويه. وبتعيط قصاد الكل وبتمثل طبعا انها متضايقه مع ان هي بتكون مبسوطه قوي من جواها. وتاني يوم الصبح بنشوف جو هو رايح بيته وهو مرهق، ولكن قبل ما يخش من بوابه العماره بيخرج له زعيم العصابه اللي بيضربه في بطنه، وبيقول له بصوت عالي ان هو زهق من الوعود الكذابه، وان هو عارف ان مراته ماتت اخيرا، وان هو ورث فيلا وقصور وشركات، يعني المفروض يكون معاه فلوس تسد عين الشمس. بس جو بيرتعش وبيقول ان هو لسه ما خدش الفلوس دي، وان اجراءات الورث بتاخد وقت، وان هو لازم ياكد وفاتها الاول بشهاده رسميه. فبيقول الراجل بحده ان هو مش هيستنى بعد كده، وان هو كمان هياخد الفوائد مضاعفه. وبيطلب من رجالته ان هم يضربوا جو علقه موت، وبيقول له ان هو معاه مهله 3 ايام بس، لو الفلوس ما جاتش هيقطع صباعه. وطبعا جو بيكون خلاص جاب اخره من الرعب وعايز ان هو ياخد الفلوس باي طريقه. واول لما بيطلع الشقه بيلاقي تينا موجوده فوق وقاعده مستنياه، وبيقول لها بلهفه ان بكره لازم يقسموا الميراث بسرعه. وبيسالها هو والدهم سايب كام بالظبط، فبتقول له اولا ان ده والد يونج، ثانيا هو سايب اكتر من 100 مليون دولار، وبتطلب منه بجشع ان هي تاخد نص الفلوس دي. فبيقول لها بعصبيه ان هي تاخد نص عمره كمان لو ده حصل. وبالليل لما بتقوم تينا تشرب ميه في المطبخ بتشوف شبح يونج واقف في الضلمه وبتتجنن طبعا وبتخاف جدا، وبتبدا تقول برعب ان هي مش هي
هي اللي عملت كده، وان جوزها جو هو اللي عمل كل ده وخطط له، وان هي كانت اصلا خلاص رجعت في كلامها. ولما جو بيصحى مفزوع على الصوت ده، بتكون يونج اختفت من قدامهم زي الدخان، وبيقول جو لتينا بقلق انها لازم ترتاح شويه لانها بدات تخرف وتشوف تهيؤات. وتاني يوم بيشوف جنازه يونج المهيبه والكل زعلان عليها حرفيا، وبيعيطوا وبيقولوا انها مشيت فجاه وهي لسه صغيره، وان هم كانوا عايزينها تكمل معاهم لاخر العمر. وساعتها جو بيمثل ان هو اكتر واحد زعلان ومكسور، وبيعرض لهم كمان على الشاشه الكبيره فيديوهات لها وهي صغيره عشان يخليهم يتعاطفوا معاهم بزياده. ولكن فجاه بيحصل عطل وبيظهر فيديو صادم لجو وهو مع اختها تينا في السرير في وضع مخل، وطبعا دي بتكون فضيحه كبيره جدا وسط المعازيم. وكمان بيظهر فيديو ليهم هما الاثنين وهما بيتكلموا عن وفاتها وان هما السبب في موتها، والناس كلها بتشهق وبيقولوا ان هما كدابين وان اكيد كل الكلام ده هو قاله قبل كده كان كذبه وتمثيل. ولكن هو بيكون بجح جدا وبيبدا يقول بتوتر ان هو فعلا زعلان، ولكن هو قرب من اختها الفتره اللي فاتت لان هو كان محتاج الحنان ده يعوضه. وساعتها كلهم بيبصوا له باحتقار وبيقولوا ان هو شخص حقير، وبيخرجوا من الجنازه وهم بيلعنوه. وبعدها بيشوف واحد من الرؤساء التنفيذيين في الشركه اللي بيحب يونج جدا زي اخته، وهو قاعد في العربيه حزين وبيفكر ازاي يقدر ان هو ينتقم لها من جوزها الخاين. ولكن فجاه بيلاقي انها بتركب معاه العربيه وبيتخض جدا وبيفتكرها عفريت، ولكنها بتهديه وبتقول انها مش ميته وان هي بس كانت بتخدعهم وعايشه. وساعتها بيقول بذهول طب ازاي جوزك طلع شهاده الوفاه والرماد، فبتقول انها بتقنعهم ان هي ميته بمساعده ناس عشان عايزاهم يبانوا على حقيقتهم وتفضحهم قصاد الكل وتخليهم يتسجنوا وهم مفلسين. وفعلا تاني يوم بنشوف في الشركه الرئيس التنفيذي ده وهو بينفذ بقى الخطه بتاعتها، وبيقول في الاجتماع ان هم عليهم ديون في الشركه بتصل ل 200 مليون دولار، وان جو بصفه الوريث هو المفروض يحل كل ده. وطبعا جو مش بيكون عارف ازاي يحل حاجه زي دي ووشه بيصفر، فبيقول الرئيس التنفيذي بجديه ان انت الممثل القانوني للشركه دلوقتي بعد وفاه يونج، وان لو في اي حاجه حصلت او الشركه تعرضت للافلاس هو اللي يتحاسب قانونا، وهيكون المفروض يدفع ال 200 مليون من جيبه. وساعتها بيعرف جون ال 200 مليون المفروض يدفعها لشركه السيد وين اللي بيكون حليف يونج. وساعتها بيروح جو يتكلم مع وين بكل احترام وتوسل عشان يخفف شويه من الديون او يصبر عليهم، ولكن وين بيقول بجمود ان شركتهم فيها مشاكل كتيره جدا من بعد وفاه يونج وان هو مش هيصبر عليهم ولا يوم. واول لما جو بيمشي مكسور بتخرج يونج من الاوضه السريه وبتقول ان هو صعبان عليها جدا، بس هي مبسوطه عشان كل حاجه هتمشي زي ما هم عايزين وهيدفع الثمن. وتاني يوم الصبح بنشوف جو هو قاعد مع تينا وبيفكر معاها بتوتر ازاي ان هم يخرجوا من المشكله دي، فبتقول تينا بغضب ان هي كل ما تظبط حاجه الدنيا بتخربها فوق دماغهم، وان هي دلوقتي هتكون خايفه حتى تطالب بنصيبها في الشركه عشان الديون. وساعتها جو بيضربها بالقلم وبيقول ان هي انانيه وبتفكر في الفلوس وبس، وان هي مش شايفه المشكله اللي هم فيها. وساعتها بتقول ان هو مش جدير بالثقه وعشان كده لازم تتكلم في الفلوس وتامن نفسها طبعا. ولكن وسط الخناقه الجميله دي بيجي رئيس العصابه وبيكسر الباب وبيقول ان هو مش مهتم بالمشاكل الاسريه دي، ولكن هو وصل له اخبار ان جو استلم فلوس التامين وان عدى يومين والنهارده خلاص هيكون اليوم الثالث، فبيقولوا بتهديد ان هو هيحول السبائك الذهب اللي موجوده في الشركه لفلوس وساعتها هيدفع. ولكن رئيس العصابه بيقول انه خلاص كده مش هيصبروا عليه تاني، وبيقول لرجالته ان هم هيقطعوا النهارده له صباع كانذار، وبيحطوا دراعه بالعافيه على الترابيزه وبيقطعوا صباعه الصغير وبيديه اسبوع كمان مهله، وبيقول ان المره الجايه هيقطع دراعه كله مش صباعه. وفي المستشفى بنشوف ايفان معاه بعد ما بتكون تينا مشيت، وبيبدا ان هو يوسوس له في دماغه زي الشيطان ان لو تينا ماتت مش هيكون في حد يورث معاه الفلوس دي كلها ولا حد معاه سرهم تاني. وبتكون تينا واقفه ورا الباب وسمع الكلام ده كله وبتعرف ان هو ضدها، وبيكون ايفان عمل كده بخطه عشان يوقعهم في بعض ويخليهم يقتلوا بعض. وبالليل جو بيقول لتينا بخبث ان هو خايف يحصل له حاجه من العصابه ويموت، وبيطلب منها تمضي على وثيقه تامين عشان هي اللي تورث كل حاجه بعد وفاته، ولكن هي بتقول بذكاء ان هو مش هيحصل له حاجه وان هي مش هتمضي، وبتكون عارفه ان العقد ده فيه حاجه غلط وحاجه ممكن تخليه يورث فلوسها كلها لو ماتت، وعشان كده بتمضي باسم مختلف شويه، وبتقول لنفسها انه لو هو عايز يقتلها هي اللي هتقتله الاول وتتغدى بيه. وبالليل لما بيكونوا نايمين بيسمعوا الباب بيخبط، ولما بيفتحوا الباب بيلاقوا يونج قصادهم بوش شاحب ومش بيكونوا عارفين هي شبح ولا حقيقه ولا نظامها ايه، وطبعا الاثنين بيقعوا على الارض من الرعب وبيكونوا خايفين جدا. وبتبدا تينا تقول بهستيريا ان هي مش مذنبه وان هو جوزها اللي عمل كل حاجه، فبتقول يونج بصوت مرعب ان هما الاثنين غلطانين بالنسبه لها. وفجاه بتلاقي ان جو جاي بسكينه وبيضربها، بس بتصحى تينا من النوم مفزوعه وبيطلع كل ده كابوس من الكوابيس اللي هما بيحلموا بيها. وطبعا جو بيصحى وبيقول لها بجديه ان النهارده المساهمين هيجوا الشركه وان هي لازم تحضر للاجتماع لان هي هتكون المديره العامه، وفي الاجتماع بيكون رئيس مجلس الاداره مش موافق، ولكن بيقول ان هو لو القرار ده هيخلي عائله وين ترضى تعمل معاهم شراكه هو مش هيكون عنده اي مانع. وفعلا بعد الاجتماع بيروحوا هما الاثنين عند وين وبيحاولوا ان هما يقنعوه، بس وين بيكون صلب جدا معاهم في الكلام وبيقول ان هو مش هينزل في الفلوس عشان خاطر اي حد، وبيقول ان هو لو فاكر ان تينا ممكن انها تغير رايه بجمالها يكون غلطان لان الفلوس بالنسبه له كل حاجه، وبيقول لهم ان هو يديهم مهله يصلحوا فيهم اوضاع الشركه. ولكن
ولكن بعدها يلغي كل الشغل اللي ما بينهم، وساعتها يعلنوا افلاسهم ويضيعوا. وبالليل وين بيحكي ده ليونج وبتقول له ان هي واثقه ان هما الاثنين اغبى من بعض، وان هما الاثنين برضه بيحبوا الفلوس اكتر من بعض، وعشان كده ده اللي هيوقع ما بينهم وما بين بعض وهيخليهم يقتلوا بعض. وبالليل ايفان بيكون بيتكلم مع جو هم على سطح الشركه، وبيقول له ان هو لازم يخلص من تينا في اقرب وقت زي ما هو نصحه، لان من الواضح كده ان هي مصدر خطر عليهم. وبعدها بيروح ايفان يقعد مع تينا وبيسمعها تسجيل لكلام جو ان هو خلاص عايز يخلص منها. وساعتها تينا بتضحك ضحك هستيري وبتقول ان الدنيا دي علمتها ان الرجاله كلها خاينه، وان هي مش فاهمه هو ليه جاي يعرفها حاجه زي دي. فبيقول ايفان بتمثيل ان هو معجب بيها، وان هي بنت حلوه ومش عايزه تموت، بس هي لو مش مصدقاه هيمشي. بس هي بتندى على ايفان وبتساله طب تعمل ايه بالظبط، فبيقول انها ست ذكيه وان مش هو اللي هيقول لها تعمل ايه، وهي بتفهم انها لازم تنقل كل الفلوس باسمها الاول عشان تقدر انها تخلص منه وتقتله. وبعدها بتكون تينا هتخرج مع جو في مخيم عشان يحتفلوا، وبتكون يونج وراهم في عربيه تانية عشان تعرف هم هيعملوا ايه بالظبط، لان غالبا واحد فيهم هيقتل التاني او على الاقل هيحاول يخلص منه. وبعدها بيكون الاثنين مع بعض في الخيمه بتاعتهم في الغابه، وبيطلب منها جو ان هو يصورها. وبتكون تينا دايما مخها شغال وشكا فيه، وفجاه جو مش بيقدر ان هو يتنفس، وبتبدا تينا تقول له ببرود ان هي عارفه ان هو هيقتلها من بدري قوي، وان هي حطت له عصير اناناس وهي عارفه انه عنده حساسيه مميته منه، ولحد لما البوليس بيجي او حتى الاسعاف هيكون هو مات وارتاحت منه. وساعتها بيحاول ان هو يخنقها، بس اعصاب ايده بتكون خلاص ارتخت وبيغمى عليه، وبتكون هي كمان اغمى عليها بسبب خنقها. وبتيجي يونج وين وبتقول له ان هما لازم يطلعوا من هنا عايشين، وان هي عايزه الاثنين يكونوا في المستشفى يتعالجوا عشان يتحاسبوا. ولما بيصحى جو من الغيبوبه في المستشفى بيلاقي ان هو بيتخنق، وبيعرف ان يونج واقفه فوق راسه وشالت من عليه جهاز التنفس، وبتبدا انها تخنقه وبتقول ان ده نفس الشعور اللي هي كانت عايشاه لما وقعت في البحر. بس هو بيقوم مفزوع وبيقول ان هو اكيد بيحلم لان مراته ميته وكمان عمية، يعني مستحيل ده يكون حقيقي. بس هي بتمسك رقبته وبتقول ان هي عايشه وان هو لازم يفتح عينه شويه، وبتقول له ان هو كان غبي طول الفتره اللي فاتت، وان المستشفى دي بتاعتها يعني مستحيل حد ينقذه. فبيبدا يعتذر منها ويبوس ايدها، وبيقول ان اختها تينا هي اللي غلطانه عشان كانت بتغويه، ولكن هي بتقول بصرامه انه مش عيل صغير عشان ست تضحك عليه. وبتقول ان هو عارف القانون اكتر واحد بما ان هو محامي، وان الاحتيال التاميني اللي هو عمله ده يخليه السجن اقل حاجه 10 سنين. وبيوصل البوليس وبيقبضوا عليه وهو بيصرخ. ولما بتقابل وين بتقول له ان هي كده حبست واحد، ولكن الانتقام لسه مكمل عادي جدا، وبتطلب منه يحبسوا تينا في الاوضه بتاعتها. وفعلا بيشوف ان تينا بتحاول تخرج من اوضتها في الفندق، ولكن الامن بيمنعها وبيطلبوا منها تفضل في الاوضه، وبتكون فاكره ان هما تبع جو. ولكن فجاه بتلاقي يونج قصادها سليمه، وطبعا مش بتكون مصدقه ان هي قصادها، وبتقول ان ده كابوس جديد وان هي زهقت من الكوابيس. ولكن يونج بتاكد لها ان هي عايشه وان جو خلاص اتحبس وان هي جايه تحاسبها، وبتقول لها ان هي كانت ممكن تخليه يقتلها في اقرب فرصه وتخلص منها، بس هي عايزاها السجن هي كمان وضيع زهره شبابها في السجن. ولما تينا بتكون هتضربها بجنون بتمسك يونج ايدها وبتقول لها ان وقتها خلص، والبوليس بيقبض عليها هي كمان. واول لما بتمشي بتحس يونج بزعل على اختها، وساعتها وين هو اللي بيسندها وبيساعدها، وبيقول الناس دي مش هينفع انها تزعل عليهم لان هم اقل بكتير من كده. وبعدها بنشوف يونج بترجع على شركتها، وبتقول للموظفين ان هي متاسفه عن الفتره اللي فاتت، وبتقول لهم ان كل الضرر اللي حصل هي قدرت انها تصلحه بمساعده وين اللي بيكون معاها في الاجتماع. وبنعرف ان الاسهم ارتفعت بنسبه 50%. وبالليل بنشوف وين وهو مع يونج على السفره في عشاء رومانسي، وبيقول لها ان دلوقتي بعد المساعدات دي كلها عايز يسالها بجديه اذا كانت بتحبه ولا لسه بتحب جو، وبيقول لها انه مهما حصل هو مستحيل يتخلى عنها. فبتقول يونج بصدق ان هو لطيف جدا معاها وان هي بتحبه وعايزه تتجوزه لان هو اكتر شخص وقف جنبها. وبعدها بنشوف يوم فرحهم وهي بتحضر نفسها ولابسه الفستان الابيض، وفي الطريق بتحس ان السواق غريب شويه ومش بتكون عارفه مين ده، بس هو بيقول لها ان هو السواق الشخصي لوين وان هو لسه جديد. ولكن ساعتها وين بيرن عليها بقلق وبيقول ان هو مش عارف هي فين وان السواق بتاعه لسه ما وصلش. وساعتها بتكتشف طبعا ان هي في العربيه الغلط، وبتطلب من السواق ان هو يقف على جنب، بس هو بيطلب منها تهدى شويه. وبعدها بنشوفها وهي مربوطه في مصنع مهجور، وبتكون تينا هي اللي خطفتها بعد ما هربت، وبتقول لها بحقد ان هي طالما هي مش مبسوطه ومش عايشه هي كمان مش هينفع انها تكون مبسوطه وتتجوز من شخص جديد. ولما يونج بتقول لها انها ممكن تعقل شويه وبعد ما تخرج من السجن يعيشوا سوا، بس هي بتقول لها ان هي مش هتعيش مع واحده زيها لان هي لسه مقتنعه ان ابوها مات بسبب ابو يونج، وبتكون عايزه تولع في يونج. بس يونج في الوقت ده بتكون قدرت انها تفك ايدها، وبتبدا تتكلم مع تينا بالراحه على اساس تفهمها، وبتقول لها ان هي لو عملت فيها حاجه هيتم الحكم عليها بالاعدام. ولما تينا بتكون مصره برضه بتقوم تقف وبتقول لها انها تسيب الولاعه، بس تينا بترمي الولاعه في الارض وبيكون الارض كلها بنزين. ولما بتحاول ترمي اختها فيها النار بتمسك في المكان، والاتنين بيغمى عليهم بسبب الدخان الكثيف. بس بيوصل وين في الوقت ده زي البطل وبيقدر ان هو ينقذ حبيبته ويشيلها وسط النار، وبيقول للراجل اللي معاه ان هم يسلموا تينا للبوليس عشان تتعالج وتتحاسب. وبعدها في المستشفى وين بيقعد جنب مراته يونج وبيقول لها ان هو مبسوط جدا عشان انقذها في الوقت المناسب، وان هو مستنيها تقوم
تقوم بالسلامة عشان يعملوا فرح جديد بدل اللي باظ. وفي النهاية هما الاتنين بيكونوا مبسوطين، وقدرت انها تنفذ مخططها وتنتقم من كل اللي اذوها.